شاهد الرافضي مجتبى الشيرازي، وهو يكفر الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولعله تناسى أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من المهاجرين بل من كبارهم. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. زين، أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار. ولنستمع إلى تأثير هذا الكلام على عوام الشيعة. من هو الأفضل، علي رضي الله عنه وأرضاه أم الرسول عندكم يا إمامية يا 12؟ تفضل المايك يا أمير كيسي، أخبرنا من تحب أكثر، من هو أفضل البشر عندكم، علي رضي الله عنه وأرضاه أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفضل لك المايك يا أمير كيسي. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الافاضل سنة وشيعة. انا راح اجاوبك بكل وضوح وبكل اختصار، لا تقية ولا كذب ولا هم يحزنون. انا عندي الافضل، اقول لك افضل من الرسول هو واحد، وهو ابو لؤلؤة. انا احب ابو لؤلؤة اكثر من الرسول واكثر من الإمام علي وأكثر من أبو بكر وأكثر منهم كلهم. أبو لؤلؤة. ليش أنت تسألني يا أمير أنت ليش تحب أبو لؤلؤة؟ لأنه بطل من أبطال الإسلام، أبو لؤلؤة الوحش الشجاع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.